جربنا اغرب وصفات على تيك توك وده الجزء 13. برضه هنقول لكم الوصفات تستاهل تجربوها ولا طلعت وجع بطن. فجربنا النهارده فطيره الفراخ، دونتس الكنافه، مثلثات السميد وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا بدونتس الكنافة بالشوكولاتة ودي مفاجأة الحلقة النهاردة، هتخلص لكم كمان الكنافة اللي باقية من رمضان. استخدمنا نص كيلو كنافة، طحناها لحد ما بقت ناعمة كده زي ما انتم شايفين، وبعدين حمرناها في معلقتين كبار زبدة لحد ما خدت لون ذهبي، عشان نضيف عليها كوباية حليب مكثف ونقلب الاتنين مع بعض كويس جدا. الخطوة اللي بعد كده عشان نعمل كفر الشوكولاتة اللي فوق الكنافة ده تبقى شبه الدونتس كده بالظبط، سيحنا قالب شوكولاته خام في الميكرويف لمده دقيقتين. بعد كده جبنا القالب السيليكون بتاعنا اللي على شكل دونتس وبدانا نحط الشوكولاته اللي سيحناها. حطينا كمان الكنافه اللي حمرناها من شويه، بعدين سيبناهم في الثلاجه يبردوا والشوكولاته تجمد براحتها. لما دقنا بصراحه اتفاجئنا بالطعم، كناش متوقعين انها تطلع حلوه قوي كده. يمكن من احلى وصفات التيك توك اللي جربناها من اول ما بدانا. ميكس الشوكولاته مع قرمشه الكنافه اللي هي برده في نفس الوقت بتقطم كده زي الكوكيز، لو جربتها مش هتبطل تاكلها. عشان كده الوصفه دي دخلناها قائمه تمام. دخلنا بعد كده على فطيرة الفراخ ودي اسهل واسرع طريقة تعملوا بيها فطير. بدأنا الاول بالعجينة، خلطنا كوبايتين دقيق مع معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة ملح، معاهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، وشغلنا عليهم العجان على سرعة متوسطة. بعد كده ضفنا تلت كوباية زيت، 3 معالق كبار لبن، معلقة كبيرة خميرة فورية، مع كوباية مية بالتدريج عشان تظبط العجينة في الاخر. علينا بقى سرعة العجان شوية عشان المكونات دي تلم مع بعضها وتتحول لعجينة طرية، وسيبناها في البولة عشان ترتاح شوية لحد ما نخلص حشوة الفراخ. في طاسة حطينا ربع كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح، معاهم معلقتين كبار زيت، تبلناهم بمعلقة صغيرة بابريكا، زيها بودرة ثوم، رشة كاري، معلقة صغيرة ملح، وزيها فلفل اسود. وشوحنا بقى الحاجات دي كلها على نار متوسطة لحد ما الفراخ بدأت تدخل في السوا. بعد كده ضفنا عليهم نص كوباية مكعبات فلفل اخضر وربع كوباية زيتون اسود متقطع حلقات. قلبنا شوية حلوين لحد ما الفراخ خدت من نكهة الخضار مع التوابل، شلناهم من على النار. نرجع بقى للعجينة عشان نبتدي نحشي ونقفل الكلام ده كله. قسمناها لجزئين، بدأنا نفرد كل جزء لحد ما سمكه بقى 1 سم تقريبا، وفردنا النص الاولاني في صينيه مدهونه زيت، وضفنا خليط الفراخ اللي عملناه مع شويه جبنه موتزاريلا، وبعدين غطيناهم بالنص التاني من العجينه. اكدنا طبعا ان الاطراف مقفوله كويس عشان ما تفكش مننا وهي بتستوي، ودهنا الفطيره من فوق بالبيض مع رشه سمسم وشويه حبه البركه، دول بيغيروا الشكل والطعم خالص. دخلنا بقى الكلام ده الفرن على درجه حراره 190 لمده 20 دقيقه او لحد ما تستوي معاك. ده كان شكلها في الاخر، فطيره سريعه طعمها حلو جدا، خفيفه، تنفع كوجبه في السريع كده لو مستعجل في الغداء او حتى في فطار رمضان. وميزتها كمان انك ممكن تغير الحشوه باي حاجه موجوده عندك في الثلاجه. عشان كده الوصفه دي دخلناها قائمه تمام. جربنا بعد كده وصفة مثلثات السميد. في العجان خلطنا كوباية دقيق مع كوباية سميد، ومعاهم معلقة كبيرة سكر، معاهم برضو معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، معلقة صغيرة خميرة، وشغلنا العجان على سرعة متوسطة. وفي النص ضفنا ربع كوباية زيت مع 3 ارباع كوباية لبن. زودنا بقى السرعة بتاعت العجان عشان المكونات تلم مع بعضها، العجينة تبقى طرية بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. فردنا العجينة عشان سمكها يبقى 1 سم تقريبا، واستخدمنا القطاعة دي اللي على شكل مربع، وحشينا كل واحد بمكعبين جبنة كيري. قفلنا العجينة من الطرفين كده عكس بعض عشان تدينا شكل المثلث، وشلنا كمان الزوايد اللي في الاطراف دي عشان شكلها يبقى احسن. واتاكدنا طبعا انها مقفوله كويس عشان نقليها في زيت سخن وغزير لحد ما تاخد لون ذهبي. اخر خطوه خالص بعد ما نطلع المثلثات من الزيت، بننزلها في الشربات الخفيف ده ونغطيها كمان بشويه فستق مجروش. لما دقنا المثلثات كانت حلوه قوي، سكرها مش كتير خالص، خصوصا ان طعم الكريمه مع شويه الفستق اللي فوق دول بيكسروا السكر. قوام كمان مختلف جديد، وبصراحه حاجه تستاهل تجربها. دخلنا بعد كده على رولز التورتيه بالكفته، ودي فيها تويست مختلف شويه. عملنا الكفته الاول، خلطنا ربع كيلو لحمه مفرومه مع بصله صغيره مبشوره، معاهم معلقه كبيره بقدونس، وزيهم بقسماط مطحون. تبلنا كمان بمعلقه صغيره فلفل اسود، ملح وبابريكا، واخر حاجه خالص في التتبيله بنزود معلقه كبيره كاتشب. قلبنا بقى الحاجات دي كلها مع بعض. بعد كده شكلناهم صوابع وشويناهم على الجريل مع شويه زيت صغيرين. الخطوه اللي بعد كده بنبدا نعمل الرولز نفسها. فردنا معلقه كبيره صلصه بيتزا على عيش تورتيه، انتوا طبعا ممكن تستبدلوها بكاتشب عادي، بس صلصه البيتزا هنا بتعلي الطعم اكتر. المهم حطينا الكفته بتاعتنا، لفينا التورتيه في شكل رول، بعدين قطعناه لرولز اصغر. كملنا بقى بنفس الطريقه مع باقي كميه الكفته، بعدين رصينا الرولز كلها في الصينيه. واخر خطوه خالص بندهن على الوش شويه كاتشب كده مع صلصه البيتزا اللي جوه مع الكفته. الموضوع بيبقى حلو قوي. ندخل بقى الكلام ده الفرن مده 10 دقائق كده ولا حاجه عشان الكفته تتشمع بس والعيش يقرمش شويه. بصراحه الرولز خفيفه جدا وطعمها مختلف، يعني انت بتاكل حاجه تانية خالص غير الكفته اللي انت متعود عليها، فتعتبر تغيير لطيف مع شويه فرايز كده ولا طبق شوربه ولا حاجه، تبقى اكله جديده خالص. في الوصفه اللي بعد كده جربنا اسرع بقلاوه بالباف بيستري. خلطنا كوبايه فستق مجروش مع كوبايه الا ربع حليب مكثف، ودي هتبقى الحشوه بتاعتنا. بعد كده جبنا عجينه باف بيستري جاهزه اللي هي المربعات الصغيره دي، وحشيناها ولفيناها في شكل رول. رصيناهم بقى في صينيه مدهونه زيت طبعا، وقطعنا كل رول قطع صغيره عشان تبقى شبه البقلاوه كده.
بعد كده دهناها بالزيت ودخلنا الصينيه الفرن على درجه حراره 190 لمده نص ساعه، وقبل ما تبرد وزعنا عليها شويه حليب مكثف بدل الشربات طبعا، عليه كمان رشه فستق مجروش. لما دقنا لقيناها هشه جدا، طعمها خفيف وسكرها مظبوط، فهتقدر تاخد منها اكتر من واحده براحتك، وفي نفس الوقت سهله سريعه مش زي البقلاوه اللي هي بتاخد طبقات وشغل كتير قوي. عشان كده الوصفه دي تستاهل تدخل قائمه تمام. جربنا بعد كده وصفه مثلثات البطاطس. سلقنا حبتين بطاطس متوسطين وهرسناهم كويس، بعد كده تبلناهم بمعلقه صغيره فلفل اسود، ملح، بابريكا وبودره ثوم، ضفنا كمان معلقه كبيره نشا زيها بقسماط، وخلطنا بقى المكونات دي مع بعض لحد ما اتحولت لعجينه متماسكه. فردنا العجينه على شويه نشا كده لحد ما سمكها بقى 1 سم، وبالقطاعه سوينا الزوايد عشان يبقى عندنا مستطيل متساوي كده زي ما انتم شايفين. قسمنا بقى المستطيل ده لثلاثه، بدانا نعمل مثلثات كده، بعدين غلفنا المثلثات دي بالبيض والبقسماط كاننا بنعمل بانيه عادي، واخر حاجه ننزل بالمثلثات دي في زيت سخن لحد ما تتحمر وتاخد لون حلو. وزي ما انتم شايفين كده طلعت شبه السمبوسه بالظبط، في نفس الوقت طعمها قريب من البطاطس الكروكيت بس من غير حشوه الجبنه اللي بتبقى جواها. طعمها حلو عشان البطاطس متبله كويس قوي، في نفس الوقت طريه جدا من جوه ومتحمره ومقرمشه من بره. عشان كده الوصفه دي تستاهل تدخل قائمه تمام. جربنا بعد كده وصفه بيتزا القطايف عشان نستغل العجينه الطريه الحلوه دي في وصفه حادقه. خلطنا معلقه كبيره من مكعبات الفلفل الاخضر، نفس الكميه من السلامي المتقطع، معاهم كمان حلقات زيتون اسود وشويه جبنه موتزاريلا. قلبنا بقى الحشوه دي مع بعضها كويس قوي، بدانا نحشي بيها القطايف، وبعدين قليناها في زيت سخن لحد ما خدت اللون الذهبي ده. الوصفه دي ما نقدرش نقول انها وحشه، بس في نفس الوقت لو جربتها مش هتشجعك انك تعملها كتير. هي مقبلات لذيذه سريعه وما بتاخدش وقت، بس كانت محتاجه حاجه مثلا زي صلصه البيتزا عشان طعمها يبقى احلى شويه. عشان كده الوصفه دي ما دخلناهاش ولا قايمه من الاثنين. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزين نجرب وصفات ايه تاني الحلقات الجايه.